السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في الحصه ديال اليوم اللي غنتعرفوا ان شاء الله على فيريرو روشي اللي غنحتاجو فيه جينواز، الكروستيون، كريمه بور، لي فروي سيك وكلاصاج روشي. اوكي، اول حاجه غادي نبدا بها هي جينواز. تنديرو 8 البيضات في الباتور وتنخليوهم حتى تيتمونطاو مزيان. من بعد تنضيفو عليهم 230 غرام ديال سنيده وتنخليوه يدور واحد شويه حتى تيتميلونجا لنا السكر مع البيض وتنحبسوا الباتور ديالنا. من بعد تكون ديجا عندنا 230 غرام ديال لافارين، تتكون نوعيه جيده وتتكون مغربله، ومن الاحسن شي واحد اللي يبدا يكب علينا الدقيق وحنا نكونوا تنحركوا. اوكي، غتحتاجوا 2 ورقات من هاد العبار اللي عطيتكم، يعني غديروا هاد العبار غيعطيكم ورقه واحده وغتزيدوا العبار الثاني باش يعطيكم الورقه الثانيه. فيما تنبغيو نخدموا الجينواز ديالنا باش نكونوا حنا خدامين فيه، من الاحسن الفران حتى هو نديماريو عليه باش الوقت اللي نبغيو نخشيو فيه الجينواز نلقاو الفران ديجا سخون. بالنسبه للطياب ديال الجينواز كيف ما تنطيبوا الكيك راه ديجا شرحناهم في فيديوهات سابقه، يعني تنطلعوا الحراره ديال الفران كيف ما غنطيبوا شي كيك، غير هو المده ديال الطياب ديال الجينواز تكون اقل، يعني من 10 دقائق حتى 16 دقيقه او 15 دقيقه. بالنسبه لهذا الكاطو ديال فيريرو روشي فهو سهل اقصى حد كيف ما غتلاحظوا. اوكي، ديما فيما تنبغيو نحركوا الجينواز ديالنا تنحركوا من الاسفل للاعلى وتنحركوا ديما بشويه باش ما يطيح لينا الجينواز. ضروري خصنا نحترموا هاد القواعد، عندنا 3 القواعد باش ينجح لينا الجينواز. اول حاجه نمونطيو البيض هو الاول، ثاني حاجه فاش نكونوا تنحركوا الخليط نحركوه بشويه ومن التحت للاسفل، ثالث حاجه فاش نكونوا تنيطاليو الجينواز ديالنا ما نبقاوش نلعبوا به بزاف او ما نبقاوش نديوه ونجيبوه باش ما يطيحش لينا. ونقدر نزيدكم رابع حاجه، خاص الفران يكون سخون مزيان. كيف ما لاحظتوا من بعد ما حضرت الجينواز غادي نحاول نيطاليها. فوالا كيف ما سبقت ذكرت لكم راه غادي نحتاجوا 2 ديال الجينواز وغادي نقسموهم في النص. الناس اللي عندهم فران صغير ديال 30 على 40 غيديروا هاد العبار اللي قلت لهم، غير هو عوض ما تعطيهم ورقه واحده غتعطيهم 2 ورقات ويعاودوا عاوتاني يعاودوا هذاك العبار باش يعاود يعطيهم 2 ورقات باش هكا يحصلوا هما على 4 الورقات. لاحظوا معايا كيفاش يجي الجينواز مهوي، غير من الطريقه ديال سكب الخليط راه تيبان لينا الجينواز انه يعني صادق 100% وانه ما طاحش لينا وغادي يعطينا ريزلطه مزيانه ان شاء الله باذن الله. فوالا انا نتوما تلاحظوا معايا من بعد ما طيبتهم كيفاش خرجت لي النتيجه. ها هما 2 ورقات ديالنا. فوالا غادي نحاول نقلبهم ونحيد ليهم البابي كويسون تاعهم باش نقسمهم على قد الاطار. كيف ما قلنا نتوما في المنازل ديالكم انا عطيتكم العبار ديال 30 على 40. فوالا هاد 2 ورقات غادي نحاول نقطعهم باش نخرج منهم 4 ديال الورقات. من الاحسن هاد الكاطو هذا نصايبوه في نهار ولا حقاش ما تياخذش لينا وقت كثير في الثلاجه، يعني نقدروا نديروه فقط ساعه في الكونجيلاتور وراه يوجد. يعني هاد النوع ديال الفيريرو روشي ما تيحتاجش مثلا يبات في الثلاجه عاد نستهلكوه او عاد نعطيوه للزبناء ديالنا، فهو يمكن لكم في نفس اليوم تصايبوه وفي نفس اليوم تكونسوميوه. فوالا لاحظوا معايا انا تنحاول نقطع الجوانب ديال الجينواز ديالنا، ها هما 2 وراه هما 2 ثانيين حتى هما، يعني غادي نحتاج 4 ديال طبقات في هاد الكاطو ديالنا. هاد الكاطو تيجي بنين وسهل اقصى حد. لاحظتوا معايا 2 جينوازات قسمتهم وعطاوني 4 ديال الطبقات. فوالا تندوزو للكروستيون. بالنسبه للكروستيون غنعطيكم العبار ديال 30 على 40، يعني العبار اللي مشيت معكم به في هاد الدرس هذا. غديروا 100 غرام ديال البراليني وغتزيدوا معاها 200 غرام ديال الشوكولا اولي نوع ممتاز وتخلطوا هاد الجوج هادو جيدا. من بعد غتضيفوا عليهم 20 غرام ديال زيت المائده. ضروري خاص الشوكولا يكون نوع ممتاز، يعني يكون شوكولا اولي ريش، يعني اولي نوع ممتاز. من بعد تنضيفوا عليه من 70 غرام حتى 90 غرام ديال الفلوتين، يعني تنبداو نضيفوا شويه بشويه حتى تنحصلوا على النتيجه اللي بغينا. يعني ديما الفلوتين او ديما الكروستيو ديالنا تنصايبوه في الوقت اللي غادي نبغيو نيطاليوه فوق من الجينواز.
وديما الكروستيو ما خصوش يكون جاري بزاف وما خصوش يكون عقد، يعني خصو يكون عادي باش يساعدنا في الايطالاج وما تعذبناش. فوالا لاحظوا معايا دابا غادي نحاول نقاد اللاطه ديالي. فوالا انا درت الاطار، نحط عليه الجينواز. ضروري ما خصني نسقيها بالسيرو. بالنسبه للسيرو تنديرو 100 غرام ديال الماء مع 50 غرام ديال سنيده، وتنديروهم فوق نار مهيله حتى تيذوب لينا السكر وتيطبخ هذاك الماء. من بعد تنطفيو عليه البوطه وتنخليوه جانبا حتى تيبرد. يعني فوا تيبرد صافي تنبانشيو به او تنامبيبيو به او تنسقيو به الجينواز، ومن بعد تنكبوا عليه الكروستيو ديالنا وتنيطاليوه على هذا الشكل هذا. هو يفضل ان الكروستيو ديما نديرو واحد لاكوش تكون رقيقه بزاف. شحال ما كانت لاكوش ديال الكروستيو رقيقه شحال ما تيجي الكاطو بنين وفي نفس الوقت تيجينا رخيص. فوالا ها هو الكروستيو ديالنا درناه، نحطوه جانبا. من بعد تنمشيو تنوجدوا كريمابور. بالنسبه للكريمابور ما بغيتش ندير لكم فيديو عليها. انا علاش؟ حيت لحقاش ديجا حنا حاطينها في لاشين ديالنا. نتمنى انكم ترجعوا لي، راه تلقاوني حاط لكم الرابط ديال الوصفه ديال الكريمابور. الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو من الفيسبوك يعني كنصيحه تقدروا تفرجوا في الوصفه ديال الكريمابور من اليوتيوب، حيت ما عنديش في الفيسبوك، وكانت عندي كون حطيت لكم الرابط ديالها في الفيسبوك. نتمنى ان شاء الله الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو من الفيسبوك يدخلوا اليوتيوب غير باش يتفرجوا في كريمابور كيفاش صايبناها وكيفاش تنصيبوا كريمابور. اول حاجه خصنا نديروا واحد الطبقه تكون رقيقه ديال الكريمابور، يعني تكون رقيقه لاقصى حد. من بعد تيكون عندنا لي فروي سيك ديالنا، تيكون عندنا الاكاجو، اللوز، الكركاع، النوازيت، اي فروي سيك عندك يمكن لك ديرو. ايه هو الفروي سيك اللي يكون عندكم ديجا خصو يكون محمر. نتوما حاولوا ما تدقدقوش بزاف، يعني ما ديروش له كيف ما لاحظتوا انا دقدقتو بزاف، ولكن لحقاش انا ما درتش لي فروي سيك. نتوما في المنازل ديالكم باش يجيكم الكاطو زوين ولذيذ وسهل حاولوا ديروا لي فروي سيك يكونوا محمرين. بحال دابا الاكاجو مثلا فاش تبغيو تحمروه غتشدوا واحد الكاس ديال الماء وغديروا فيه واحد شويه ديال الملح حتى باش يجيكم هذاك الماء مالح، بحال الشكل فاش تنشريو الكبال طايب وتيخشيه لنا هذاك البائع ديال الكبال تيخشيه لنا في الماء مالح بحال هكاك. غتشدوا هذاك الاكاجو قبل ما طيبوه وغتخشيوه في هذاك الماء مالح، عاد غادي تحاولوا تسقطروه وتدخلوه يطيب. يعني تيجي رائع الاكاجو فاش نديروه في الماء مالح. وغطيبوا الكركاع وغطيبوا اللوز، يعني حمروهم مزيان وهشيوهم غير واحد شويه، خصهم يبقاو يباينين هذوك الطروفه وبقاو تسرحوهم. لاحظتوا معايا الطبقه الثانيه، في الطبقه الاول طبقات كنا درنا جينواز، فوق منها الكروستيون، فوق منها واحد لاكوش رقيقه بزاف ديال كريمابور، فوق منها لي فروي سيك. هنا لي فروي سيك تقدروا تعمروا على قد ما بغيتوا، ولكن ضروري ما خاصكم ديروا لاكوش ديال كريمابور تكون رقيقه بزاف، ما ديروهاش غليظه، حيت الا درتوا لاكوش غليظه ديال كريمابور غيجي لوغو ديال كريمابور غالب. وثاني حاجه الفروي سيك غادي يبرد لكم دغيا. اوكي ركزوا معايا وتنبداو غاديين على هذه الطريقه هذه، يعني كريمابور لي فروي سيك جينواز، كريمابور لي فروي سيك جينواز، كريمابور لي فروي سيك جينواز، حتى نوصلوا للطبقه الاخيره. يعني قلنا عندنا 4 طبقات ديال الجينواز، وكل طبقه ديال الجينواز ضروري ما خصنا نسقيوها. وعقلوا معايا ركزوا معايا على هذه الكلمه اللي تنقول كريمابور خاصها تكون واحد لاكوش اللي تكون رقيقه بزاف. هانتوما لاحظوا معايا كيفاش شفتوها قبيله فاش كنت تنيطاليها راه رقيقه بزاف، وحتى الطبقه الاخيره خاصها تكون رقيقه بزاف ديال الكريمابور. هانتوما لاحظوا معايا الطبقه الاخيره حتى هي كذلك غادي نحاولوا نديروها رقيقه بزاف، يعني تخي فان، يعني بحال تقولوا يلاه تتغطي ليا السطح ديال الجينواز. هانتوما لاحظوا معايا الطبقه الاخيره ما تنديروش فيها لا كروستيون لا لوز لا حتى شي حاجه، يعني تنخليوها هكاك وتندخلوا هذا الكاطو للكونجيلاتور لمده ديال ساعه او ساعه ونص صافي، يعني راه دغيا تيوجد الكاطو هذا. فوالا نتوما لاحظتوا معايا يعني واحد لاكوش اللي تكون رقيقه راه حتى الجينواز راه غادي يبقى يبان لكم. فوالا من بعد ما كملت هاد فيريرو روشي تندخلوا للكونجيلاتور واحد ساعه او ساعه ونص او ساعتين، من بعد تنحيد له الاطار ديالو. من بعد ما مشو حيدنا له الاطار تنحاول نحيد له هذوك الجوانب ديالو اللي تيكونوا اون كونتاك مع الاطار. فوالا هنا تنجيب واحد لونغيت دور ديال لي ترونش وتنعبر وتنقطع. يعني هذه دابا اللي غتشوفوني قطعتها فهي تتسمى باندا، حنا في الخدمه تنقولوا ليها باندا. يعني دابا هذا مثلا هذا كاطو فاش هذه تتسمى باندا. هاي دابا اللي تنوريكم باندا. لاحظوا معايا كيفاش تيجي الكروستيون وكيفاش تيجي هذيك لي فروي سيك، بالاخص الا خليتو هذيك لي فروي سيك يعني يكون غليظ شي شويه غيجي احسن، ماشي غليظ بزاف عاوتاني، يعني يكون مقسومه في النص تقريبا. فوالا كيف ما لاحظتوا معايا من بعد ما قطعت هذيك الباندا تنحاول نقطعها على شكل دي فينغر. اوكي تنقطع على هذا الشكل هذا. ان فوا تنقطع، ركزوا معايا في هذه اللقطه عافاكم، ان فوا تنقطع على هذا الشكل هذا تنحاول نرجعهم للكونجيلاتور. لاحظوا معايا فاش تنقطعوهم على هذا الشكل تنحاولوا نرجعوهم للكونجيلاتور وتنمشيو نحضروا كلاصاج روشي. فوالا على هذا الشكل. بالنسبه للكلاصاج روشي شنو تنديروا فيه؟ تنديروا 210 غرام ديال الشوكولا اولي نوع ممتاز،
210 غرام ديال سمحوا لي 210 غرام ديال الشوكولا بلون نوع ممتاز، وتنديروا معاه 45 غرام ديال زيت المائده وتنخلطوهم مزيان. من بعد تنضيفوا عليهم من 40 غرام حتى ل 60 غرام ديال اللوز كونكاسي، يعني اللوز محمر وهاشي. يعني اللوز من الاحسن يكون اللوز ديال الشركه، يعني ماشي حنا نفركوا اللوز ونديروه في الروبو حتى يولي هاشي، لا، من الاحسن نشريو اللوز كونكاسي يعني اللوز هاشي ديال الشركه. اوكي، قلنا 210 غرام ديال الشوكولا بلون نوع ممتاز، 45 غرام ديال زيت المائده، ومن 40 غرام حتى ل 60 غرام ديال اللوز كونكاسي محمر، وتنخلطوهم. هذا تيتسمى كلاصاج روشي. اوكي، وفيما تنبغي نكلاصي تنجبد هي كلها فينغر، هذه تتسمى دابا فيريرو روشي، يعني فينغر ديال فيريرو روشي، حيت حنا ما خدمناهاش بالسيليكون باش ما يزيدوش عليكم التكاليف. انا حاولت نوريكم هذه الطريقه اللي سميتها سيستيم دي باناج. فوالا، هادو نورمالمون تيداروا في لي مول سيليكون، ولكن حنا حاولنا نخدموا بهذه الطريقه هذه. عقلوا معايا عافاكم. فيما تنبغي نكلاصي هاد لي فينغر هادو تنجبد حبه بحبه من الفريغو، وتنبدا نكب عليهم كلاصاج روشي على هذا الشكل هذا. فوالا، هنا تنجيب واحد البروشيط او كيردون يكون طويل، وتنخشيه في هاد لي فينغر ديالنا، وتنحاول نيطوييه فوق من هذاك البابي كويسون. اللوز اللي هضرت لكم عليه راه هو تيبان لكم فوق من هذاك بابي كويسون، هذاك هو اللوز اللي هضرت لكم عليه، يعني اللوز كونكاسي ديال الشركه. فوالا، فاش نحطو فوق لونغات تنحيدو هذاك الكيردون او هذاك البروشيط. نتمنى ان شاء الله الدرس ديال اليوم يكون سهل بزاف، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم، ودمتم في امان الله، والسلام عليكم.